الشخص اللي بيحبك بجد هيزعل منك من الحاجات التافهه اللي قد كده، اللي هي الحاجات البسيطه خالص دي، اللي هو مش بيعدي لك اي حاجه. ممكن انت تقعد تفكر مع نفسك يا عم ده ما بيعديليش اي حاجه، ده بيستناني على غلطه، بس هو في الحقيقه مش كده. هو بيحب اللي هو يعمل شيفت ديليت لاي حاجه، ما بيحبش يخزن، ما بيحبش يراقب، ما بيحبش اللي هو يسيب حاجه في دماغه او يسيب نفسه لدماغه. فهو دايما لما بيحس منك باي حاجه غلط، او مثلا عملت حاجه ضايقته مش عارف ايه، بيروح على طول قايل لك على طول. فده مش معنى كده اللي هو بيستنى لك الغلط، او هو عايزك مثلا تبقى انت الوحش دايما، او انت الغلط دايما، او انت الشخصيه الوحشه في القصه يعني. ودي تنطبق على كل العلاقات. الشخص اللي بيحبك فعلا هو اللي هيبقى بجح معاك، هو اللي هيبقى بجح، اللي هو مش هيخاف على منظره قدام منك. يا باشا انت بتعمل حاجه غلط، انت عملت حاجه غلط، انت ضايقتني في الحاجه الفلانيه، يبقى انت ضايقتني في الحاجه الفلانيه. مش هيفضل يقول لك مثلا لا انت تمام الله ينور، انت لبسك كويس، انت بتعمل حاجه صح، او تيجي تاخد رايه في حاجه يقول لك تمام الله ينور. ما هو تمام الله ينور مفيش حد بيبقى صح على طول ولا بيبقى غلط على طول، بس هو لو دايما ينبهك دايما ويفوقك. ساعات احنا كلنا بنكون مثلا مش فايقين نفسينا، او في فترات بناخد فيها قرارات غلط، فده مش معنى كده ان الشخص ده وحش، او الشخص ده بيتلكك لك، او يعني خلينا نقول مثلا ليه بيتلكك. الشخص ده بيحاول ينبهك وما بيحبش يسيب حاجه لدماغه، لان لو ساب نفسه لدماغه هيكرهك، حرفيا هيكرهك. فلما يكون عندك شخص ده زي ده في حياتك، اتمسك بيه جامد، اتمسك بيه، لانك مش هتلاقي زيه. او نادرا دلوقتي لما حد بيحب حد اللي هو يبقى هو مش خايف على منظره قدام منه، بس هو خايف على اللي قدام منه. دايما الشخص اللي هو بيجح معايا، مش بيجح اللي هو قليل الادب، اللي هو بيجح معايا، اللي هو بيقول لي انت عملت حاجه غلط ستوب، انت عملت حاجه غلط، انت عملت الحاجه الفلانيه ستوب، انت عملت الحاجه الفلانيه، اللي هو ما بيسيبكش دايما لدماغك. فلو عندك شخص زي ده حافظ عليه.